النهاردة جاية لكم بفيديو إنقاذ سلحفاة من الموت. طبعا احنا هنعمل اللي علينا والتوفيق من عند رب العالمين. طبعا الفيديو ده للي ما عندوش دكتور بيطري في البلد بتاعته او في المنطقة بتاعته. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنعاني من قلة تخصص الدكاترة البيطريين في مجال السلاحف، نادرين جدا ومش منتشرين او مش كتير قوي في مصر. بس طبعا بنصح حضراتكم لو حضراتكم عندكم دكتور في المنطقة بتاعتكم او في البلد، طبعا الاحسن ان انتوا تروحوا للدكتور، لان طبعا بيبقى عنده اشاعات وتحاليل فبيقدر يحدد المرض بسهولة. اما في الحالة اللي ما عندكمش فيها دكتور بيطري، اول حاجة بنعملها لما تكون عندنا السلحفة مريضة بنعمل لها فحص شامل. يعني ايه فحص شامل؟ يعني بنشوف هي بتعاني من ايه بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده السلحفة تعبانة جدا، عندها كسل وخمول وما بتتحركش خالص، وكمان عندها ورم في عينيها زي ما حضراتكم شايفين. عينيها الاتنين وارمة، وكمان ديلها وارم ورجليها وكمان عندها التهاب في زورها. لو حضراتكم تلاحظوا مش قادرة تبلع ريقها وما بتقدرش تبلع الأكل وما بتاكلش كمان ما بتتحركش. فأنا لازم أعرف كل ده عشان أقدر أحدد هنبتدي العلاج إزاي وهنعالج إيه. لو مهتمين بالموضوع اكتبولي في الكومنتات في انتظار الفيديو، وهعمل لكم سلسلة علاج كاملة متكاملة بإذن الله. سلام عليكم.